الحرارة والشعر، هي دي بقى قصة الحب، بس بتبقى في الأول، في الآخر انتقام. عمرك حسيتي شعرك بعد السشوار ناعم بيطير، بس يومين وبقى خشبة؟ ليه؟ طيب سألتي نفسك هو الشعر بيقع ليه؟ بيتقصف ليه؟ ليه اللون بيبوظ أصلا؟ هنا بقى التويست. كل مرة المكوة، أو زمان كنا بنقول عليها المكوة، يعني دلوقتي بنقول عليها البيبي ليس. البيبي ليس بيعدي على شعرك، في جزء كبير بيموت، وبيموت هنا دي حاجة بجد، مش مجازا، يعني هي فعلا بيموت. وهنعرف دلوقتي ليه. الشعر مش مجرد حاجة عادية، منظر شكل، لا، هو زي البني آدم، هو حاجة عايشة، حاجة حية، ليه أناتومي وليه تشريح وليه طبقات. هو شكله من بعيد يبان إنه حاجة صغيرة، بس لا، دي حاجة كبيرة. وهنعرف دلوقتي هو عبارة عن إيه. بس إحنا كمصريين عارفين إن حرارة الجو عالية، نسبة الرطوبة قاتلة في أوقات وأوقات. البنات بتحب تنعيم الشعر قوي، والولاد بيحبوا الستريت. والحرارة اللي بقت منتشرة اليومين دول إنه كل واحد عايز أنا ريحت دماغي الموضوع ده أصلا. وهتعرفوا ليه بقى أنا شلته كده، لأن في آخر الحلقة هتعرفوا إن ده الأريح. الكيراتين والبروتين والسشوار، الحاجات اللي بقت روتين في الحياة دي. هو انتوا عارفين ان انتوا بتشووا شعركم؟ يعني هو دي حرفيا ده شوي، ده حرق. ناس كتير مش فاهمة ان الحرارة من 180 ل 200 درجة بتكسر البروتين الأساسي للشعراية، وبتخليها صورة بس، منظر بس من غير نفس، مانيكان، شكل بس من غير روح. طيب ما تيجوا كده نفصص الموضوع ونشوفه عبارة عن ايه ونحله ازاي. وانا هديكوا حلول في الاخر لكل حد شعره باظ، شعره اتقصف، شعره اتحرق، شعره مش بيلمع. وهقول لكم على حاجات كانت تعملوها تحفة ومش محتاجة وجع دماغ كبير. نبدأ كده من الأول. الشعر عبارة عن إيه؟ 3 حاجات. طبقة خارجية، ودي اسمها الكيوتيكل، دي هي الديفنس، دي ده درع الحماية اللي بيبقى في الأول. وبعد كده القشرة الداخلية اللي بيسميها الكورتكس، ودي اللي فيها البروتين واللون. وبعد كده عندنا لب الشعراية، المضلة، قلب الشعراية ده اللي بيقع ويتحرق. إيه اللي بيقع وبيتحرق؟ القشرة نفسها. المكوة أو البيبي ليس بتفك الكونكشنز والروابط اللي ما بين البروتين والهيدروجين بتاع الشعرايه. وفي بوند مهمه جدا اسمها دايسلفايد بوند، دي اللي يعني بتدي القوه للشعرايه، هي دي اللي بتخلي الشعرايه ليها قوه. طيب الشعر بيتحول من شعر لشعر، بس للاسف من غير لا وزن ولا قافيه ولا قفله، هو شكل بس. طب الحراره بتعمل ايه؟ نمسكها واحده واحده. اول حاجه بتكسر البروتين، وده أخطر حاجة. الحرارة بتكسر من 30 ل 40% من قوة الشعر بعد قد إيه؟ 3 مرات بس. أنت متخيلة أنت عملتي شعرك كم مرة بالحرارة عشان تكسري من 30 ل 40% ب3 مرات؟ طيب إيه تاني؟ فتح القشرة اللي اتكلمنا عنها، لما بتتفتح بالحرارة بتخلي الشعر يخسر كل الزيوت الطبيعية اللي ربنا خلقها. كل شعراية ليها الغدة بتاعتها وليها المكان اللي بتفرز له الزيت. فتحة القشرة بتطير الزيوت. طيب تالت حاجة، تبخير المية. الشعراية فيها من 10 ل 15% مية طبيعية، فطبيعي الحرارة لما هتيجي عليها هتبخرها، هتسيب الشعر إيه؟ ناشف وهش، زي ورق الشجر في الخريف كده، تعمله يتكسر. طيب رابع حاجة، أكسدة اللون، بالذات الشعر اللي مسبوغ بيبهت وبيروح لألوان عجيبة، ممكن يروح لنحاسي، ممكن يروح لأصفر، وساعات بيبقى في شوية سيربرايزز كده وانتوا سابغين شعركم بعد لما بتعملوا البيبي ليس، بتلاقوا الالوان في حته تانية وبتروح تمسكوا في رقبه الراجل، بس هي للاسف من الحراره. خامس حاجه وعملنا عليها حلقه قبل كده، تقصف الشعر، نهايات الشعر اللي بتتكسر والشعر اللي بيتشقق، ودول لوحدهم 16 نوع، فقصه تانية. اللي اهم من ده كله ان البصيله نفسها بتضعف، بالذات لو السشوار اللي انتوا بتستخدموه كل يوم قريب لفروه الراس، بيخلي البصيله تضعف، فسهلا الشعريه تقع، ده حتى تقع بحركة الراس. طيب سابع حاجة، تساقط الشعر. التساقط هنا بيجي نوع اسمه تساقط حراري، مش علشان نقص فيتامين ولا علشان نفسية أو علشان حاجة تانية، لا، هو بيبقى من الحرارة المباشرة على الشعر. طيب أنواع الحرارة إيه؟ وإيه أخطرهم؟ ونتعامل معاهم إزاي؟ عندنا السشوار اللي هو الدراير العادي، ده حرارته بتبقى من 150 ل 200، ولو جه على فروة الراس هي دي هنا الكارثة. طيب تاني نوع اللي بنسميه الفلات ايرن او المكوة،
بتاعت زمان يعني، وده طبعا درجة حرارته من 180 ل 230، يعني حتة لحمة ستيك بتشوي الشعراية. طيب البيبي ليس ده بيبوظ القشرة وبيكسر الطروف، وللأسف انتوا بتعملوه كل يوم. وفي حاجة موجودة بقالها فترة اسمها الستايلينج براشز، دي الفرش بتاعة الستايلينج، هي كويسة بس استخدامها اليومي كل يوم هو هنا اللي بيحصل ضرر. في حاجة مش كل الناس بتستخدمها، زمان كانوا بيعملوها، اللي هي الهيت كابس، اللي هي بتبقى زي بونيه بس حرارة. ده بيبقى أمين جدا، بس لو ظبطتوا درجة حرارته مش أكتر من 60، أكتر حاجة توصلوا 60. طب ما تيجوا نتكلم عن درجات الحرارة المناسبة للشعر. هو الشعر المتعارف عليه 3 حاجات: ناعم فبتبقى درجة حرارة ليه من 150 ل 160، شعر ويفي فنتكلم إن هو يبقى 170، اللي بنقول عليه الكيرلي مش خشن يعني بس هو بيبقى ناشف وكيرلي جامد، ده بنقدر نقول من 180 ل 190 مش أكتر. والشعر المصبوغ بنعامله معاملة الشعر الناعم، يعني أقصى حاجة يوصل لها درجة حرارة 150. بس لو البيبي ليس أو الحاجة اللي بتستخدموها وصلت 220 فيما فوق، دي شهادة وفاة على طول كده للشعر من غير نقاش. طيب إزاي تعرفوا إن شعركم أصلاً اتضرر أو خلاص باظ؟ هنشوف بقى شوية الحاجات اللي أنا هقول لكم عليها دي. ملمسه بيبقى ناشف، بيهيش، لونه بيبهت، الشعر بيتقصف، الشعرية نفسها بتقعد تتلف لما بتتحرق، اللمعة بتطفي، بيبقى فيه صعوبة جدا في تسريح الشعر، والعقد اللي موجودة في الشعر دي مش أعمال، دي بتبقى من الحرارة، مليان عقد. وطبعا التساقط، وطبعا أحلى حاجة الريحة، ريحة حرق 24 ساعة سواء اتغسل أو ما اتغسلش. انتوا عارفين إن لو 4 علامات بس ظهروا من اللي أنا قلتهم دول، ده بنقول عليها اوفيشلي كده، هو ده دامجنج، ده خلاص الشعرية باظت اتدمرت. طيب ما تيجوا نشوف هنحمي ده ازاي. من الحاجات الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في روتينك لو انت من الناس اللي بتعمل السشوار أو بتروح الكوافير كتير أو بتعملي الحاجات دي في البيت كتير، الهيت بروتكتنت ده بيقلل الضرر من 30 ل 50%، ووظيفته إن يحمي الشعر من درجات الحرارة. طيب تاني حاجة مهمة، حاولي حددي لنفسك أيام على الأقل تبقى فري، زي ما انتوا بتعملوا دايت وبتاخدوا يوم فري، خلي شعرك ياخد يوم واحد فري بس يرتاح، على الأقل يوم أو 2. طيب من كل فترة للتانية كده شوية مية ساقعة علشان القشرة بتاعت الشعرية تتقفل. طيب تجفيف، عايزين نخلي الشعر يبقى جاف بس بطبيعي من غير سشوار، يعني تحاولوا تخلوا إنه 70% من الشعرية تبقى نشف، وبعد كده نعملوا سشوار. وطبعا أهم حاجة نختار فرش صح، ويستحسن ان انتوا تستخدموا الفرش الخشب. البروتينات بقى الخارجيه، ان احنا نعمل للشعر بروتينات من بره، ماسكات، بس الماسكات اللي انا هقول لكم عليها دي ماسكات طبيعيه. الحاجات اللي بيقولوا عليها بروتين وكرياتين واللي بتتعمل بره ده ملهاش علاقه بالبروتين، ده فرد، ونصيحتي بلاش منه لان ده بيحرق وبيموت الشعر. طيب ممكن نحافظ بالزيوت الطبيعيه، بس تحاولوا على قد ما تقدروا ان الزيوت تبقى على الشعرايه، مش كل الزيوت تتحط في فروه الراس. طيب ايه أسوأ حاجات والغلطات اللي انتوا بتعملوها دايما؟ نحن بنستخدم الحرارة كل يوم، المكوى على الشعر مبلول، ده انتحار للشعراية. طيب بنمسك الشعر خصلة خصلة ونمشي على الخصلة الواحدة أكتر من مرة ومرتين 3، شكرا. الحرارة تبقى قريبة من فروة الراس، ده التساقط بتاع الحرارة. التولز اللي انتوا بتستخدموها للشعر بتبقى للأسف مش براندز ورخيصة، ودي بتدمر الشعر. طبعا من أهمهم ان انتوا بتستخدموا شيت بروتكتنت، وشد الشعر وقت السشوار ده كارثة، والصبغة مع الحرارة في نفس الأسبوع. للأسف انتوا بتصبغوا وتعملوا له الشعر بعديها على طول، ودي مصيبة سودة. طيب تعالوا أقول لكم على بقى شوية وصفات هتعملوها في البيت بس تركزوا فيها. أول واحدة دي وصفة للشعر المحروق، وطبعا انتوا دلوقتي عرفتوا الشعر يبقى محروق من ايه. أول حاجة هنجيب معلقتين كبار زيت جوز هند، ومعلقة عسل كبيرة، ومعلقة جل صبار، وكبسولة فيتامين اي، ونضربهم مع بعض وندهن بيهم الشعراية مش فروة الراس، ونسيبهم نص ساعة، وبعد كده يتغسلوا بمية فترة. والشامبو يا ريت يبقى الشامبو اللي هو ما فيهوش فري سلفيت، اللي بيسموه فري سلفيت، ما يبقاش شامبو جامد علشان ما يوقعش كل اللي احنا عملناه. طيب تعالوا لتاني ماسك، ده ماسك كيراتين طبيعي. هنجيب موزة مهروسة ونحط عليها معلقة زبادي كبيرة ومعلقة عسل كبيرة ومعلقة زيت زيتون كبيرة، وبرضو نضربهم مع بعض ونفردهم على الشعر ونسيبهم نص ساعة. دي هتعمل نعومة في الشعر
رهيبة ولمعة الجلوينج اللي انتوا عايزينه. ولو الشعر بايظ بتعمل له ترميم. طيب نعمل ماسك كمان، وده بنسميه ريبيرنج، ده بيصلح الشعرايه. عارفين طبعا بذور الكتان، هنجيب معلقتين بذور الكتان ونحطهم في كوبايتين ميه ونفتح عليهم النار هاديه لحد ما يتغلوا مع بعض. هتلاقوا قوام الميه تقل بقى جل. نسيبه لحد ما يبرد ونصفيه، ناخد الجل لوحده وناخد منه معلقتين كبار، وبعد كده نحط عليهم معلقه زيت خروع ومعلقه زيت لوز حلو، ونضربهم مع بعض ونفرده على الطبقه الخارجيه بتاعه الشعرايه ونسيبه ساعه، وبعد كده نغسله. وطبعا بنغسل بميه فتره وشامبو يبقى سلفيت فري. وتفرجوا الناس اللي شعرها بايظ وعايز يتفرد هيبقى شكله عامل ازاي بعد الوصفه دي. طيب نيجي للوصفه الرابعه، دي بقى بتحمي الشعر قبل الحراره. دي سهله تعملوها وانتوا في البيت قبل ما تستخدمي اي حاجه ليها علاقه بالحراره على الشعر. حتى لو خدتيها معاكي الكوافير تحطيها على شعرك قبل ما حد يبدا فيه. هتجيبي معلقه جل الوفيرا وسيرم، اي سيرم شعر من عندك في البيت، وتحطي عليها 10 نقط سيرم، وتحطي عليها معلقه زيت ارجان كبيره، تضربيهم مع بعض وباطراف الصوابع تتمشى على الشعرايه. دي بتعمل طبقه عازله علشان تحافظ على الشعر. طيب ما تيجوا اقول لكم على وصفه حلوه قوي للناس اللي شعرها متقصف علشان نعالجه، لان التقصف فيه جزء بيتعالج. الوصفه دي بتعالج تقصف الشعر اللي بيتعالج مش اللي بيتقص. هنجيب بيضه، ودي وصفه للشعر مش كيكه. نجيب بيضه ومعلقه عسل كبيره ومعلقه زبادي كبيره وعصره نص ليمونه، ونضربهم مع بعض ونفردهم على الشعرايه. سيبهم 30 دقيقه، وبعد كده نغسلهم بميه فتره وشامبو يبقى سلفيت فري، وده بروتين بوستر للشعرايه. اتفرجوا على قوه الشعر تبقى عامله ازاي بعديها. طيب التويست بقى ايه؟ التويست الحقيقي ان الحراره مش بتبوظ شعرك في اليوم اللي بتستخدمي فيه، لا، الحراره بتبوظه بالتراكم كل يوم. الاستمراريه، انتوا بتستمروا في الحاجات اللي بتبوظ الشعر. حمايه الشعر مش منتج، مش برودكت هتشتريه. حمايه الشعر اسلوب حياه، روتين. لو فهمتي شعرك عمرك ما هتقولي مش عارفه شعري بيقع عليه.